بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل متابعين مشاهدين، معاكم رنا. النهاردة هنعمل طبق مكرونة تحفة، بس ما تبخلوش عليا باللايك بتاعكم. معايا معلقة سمنة، وقطعت بصلاية كده متقطعة صغير وحطيتها في معلقة السمنة، ويا دوب بقلب فيها كده، يعني مش تتشوح، تدبل كده شوية. وبعدين تحط عليها قرنين بقى فلفل رومي كبار كده حلوين، بعد كده فلفل وبهار وملح وشوية جنزبيل وتوم باودر. تمام. وتقلبي تقلبتين كده لحد ما يتشربوا مع بعض كده. تمام. تكوني بقى محضّرة عندِك حتّة فرخة في التلاجة، ربع فرخة، تُمن فرخة، أي حاجة يعني. الولاد مش عايزين ياكلوها، تقطّعيها مسلوقة، محمّرة، أي حاجة. تقطّعيها وتحطّيها على الخلطة دي، وتبشري طماطماية وتزوّديها عليها، وشوية مَيّة كده، نُص كوباية مَيّة أو كوباية إلّا ربع، عشان تتفاعل كده مع بعضها وتتشرّب وتعمل الصوص الجميل أوي، أوي ده. تمام. طعم وريحة تحفة. بعد ما تتشرب خالص بنزودها على المكرونة بقى، نكون سالقين المكرونة، وكلي أحلى مكرونة. بس احنا النهاردة بقى هنعمل لها صوص أبيض كده جميل قوي، يعني حركات. كوباية لبن وأربع معالق دقيق، وتقلبي كده على البارد قبل ما ترفعي على النار، وشوية شوربة يكونوا عندك، أو مفيش شوربة عادي نزلي شوية مية وارفعي على النار. تمام. يكون عندك بقى شوية جبنة موتزاريلا، برضو شوية جبنة رومي. أنا الحقيقة كان عندي حتة جبنة موتزاريلا كده صغننة. بعد ما رفعتها على النار ووصلت للسمك المطلوب زي ما انت شايفاها كده، حطيت فلفل وملح وبهار وشوية من الجبنة الموتزاريلا، ودي المكرونة بتاعتنا بقى اللي تتاكل حاف. حطيتها في صينية وهحط عليها الصوص ده وشوية الجبنة الموتزاريلا الباقيين هحطهم على الوش، وتحطيها في الفرن. تطلع احلى مكرونه في الدنيا. يا دوب ربع ساعه وتطلعيها، تغطيها بالفيل عشان تبقى طريه، وكلي احلى مكرونه في الدنيا، وبألف هنا وعافيه.